صباح الورد. أهلا بكم في قناة حدوتة ديزني. ايه رأيكم نحكي النهاردة فيلم طرزان؟ وحكايتنا بتبدأ مع مركب في وسط البحر، وبتيجي عاصفة شديدة بتغير مسار المركب، وبيضطر الأب والأم إنهم ياخدوا ابنهم الرضيع وينزلوا على أقرب ساحل ويعيشوا في الغابة ويبدأوا هناك حياة جديدة. وبيهجم النمر على قبيلة الغوريلات، وبيقدر يصطاد غوريلا صغيرة، وبتزعل أمه كالا على خسارته. ونفس النمر بيهجم على كوخ الأب والأم وبيموتهم، لكن مش بيشوف البيبي وبيمشي. وبتسمع كالا صوت عياط البيبي، ولما بتدخل بتلاقي آثار المعركة جوه الكوخ، وبتلاقي البيبي وبتقرر تاخده. وفي أثناء ده بيهجم عليها النمر، لكن بتقدر كالا إنها تهرب من النمر بعيد، وبتوصل للقبيلة بتاعتها. وبيرفض كيشاك واللي بيكون زعيم القبيلة وفي نفس الوقت جوز كالا إنه ياخد البيبي، لأنه شايف إن الكائن الغريب ده خطر على القبيلة بتاعته. لكن كالا بتتمسك بالبيبي وبتقوله إنها محتاجاله بعد ما خسرت ابنها. وأخيرا بيوافق كيشاك، وبتسمي كالا البيبي طرزان. وبيكبر طرزان في القبيلة اللي كانوا مش متقبلينه لأنه غريب عنهم. وبيقدر طرزان إنه يثبت نفسه لما بيقدر يقتل النمر، وبيقدر ينقذ القبيلة بتاعته كلها ومعاهم كيشاك. وبتفرح القبيلة بيه جدا، وبيقدم النمر الكيشاك. وبيسمع طرزان صوت رصاص قوي قريب من القبيلة بتاعته، وبيروح طرزان علشان يعرف مصدر الصوت. وبيشوف جين وباباها والحارس بتاعهم كليتون، واللي بيجوا على الغابة علشان يدرسوا الغوريلات. والأول مرة بيقابل طرزان بشر زيه، وبيعرف إنه كان غلطان لما كان مفكر إنه هو مش زي حد. وبينقذ جين بعد ما هجمتها جماعة قرود، وبيوصلها لباباها وكليتون. وبيقابلهم طرزان، وبيكونوا مبهورين جدا بيه وبتصرفاته الغريبة اللي أقرب للغوريلات. وبيبدأوا يعلموه إزاي البشر بتتعامل، ويفرجوه على العالم اللي ما يعرفش عنه حاجة. وبيقرر طرزان إنه ياخد جين وباباها لمكان الغوريلات، بعد ما أقنعوا كليتون إن جين هتفضل ومش هتسافر إذا وصلت للغوريلات. وبيطلب طرزان المساعدة من أصحابه الغوريلا توكا والفيل طاطا إنهم يشتتوا انتباه كيشاك لغاية ما ياخد جين عند القبيلة. وفعلا بياخد طرزان جين، وبتنبهر جدا بالقبيلة بتاعته، وبيعرفها على مامته، وبيكونوا مبسوطين. لكن كيشاك بيوصل قبل ما بيمشي طرزان، وبيزعل منه كيشاك جدا، وبيتهمه إنه خان القبيلة. وبتاخده أمه كالا وبتوديه الكوخ اللي لقيته فيه، والأول مرة بتحكي له الحقيقة كلها. وبيكتشف إنه من أب وأم بشريين مش من الغوريلات، وبتخيره ما بين إنه يفضل معاها أو يسافر مع البشر اللي زيه. وبيختار إنه يسافر مع جين. ولما بيركب السفينة بيكتشف إن كليتون خدعهم كلهم، وهو إنه راح الرحلة دي علشان يصطاد الغوريلات، وإنه استغل طرزان علشان يعرف مكان الغوريلات. وبيحبس كليتون طرزان وجين وباباها، وبيروح علشان يصطاد الغوريلات. لكن بيقدر طرزان إنه يحرر نفسه ويحرر جين وباباها بمساعدة أصحابه، وبيرجع تاني للقبيلة. وبيقدر إنه ينقذ القبيلة بمساعدة أصحابه. وبيضرب كليتون كيشاك، وبيموت كليتون وهو بيحاول يقتل طرزان. وبيموت كيشاك، وقبل ما يموت بيوصي طرزان إنه يرعى القبيلة من بعده. وبتقرر جين وباباها إنهم يفضلوا مع طرزان ويعيشوا مع بعض في الغابة. وبتتجوز جين طرزان وبيعيشوا مع بعض في سعادة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم ايه اللي جاي.